ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فكرة جديدة من فكرة استغلال مربعات الجراني. احنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نعمل مربع الجراني وازاي نعمل بيه اكتر من فكرة. النهارده فكرة جديدة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا، هنطبق المربع الجراني بالشكل ده. دي الوحدة الشكل الجزء الداخلي بتاعه، وده الجزء الخارجي. وعندي طريقتين ان انا اقفل بيهم الجزء ده. يا اما هقفلهم بالابرة العادية، ابرة التنظيف العادية، او هقفلهم بالابرة بتاعتي اللي انا شغالة بيها. فانا هشتغل بمقاس اصغر شوية من اللي انا كنت شغالة بيه عشان يبقى التشبيك اسهل عليا. فهعمل ايه؟ هعمل عقدة البداية في الخيط عادي خالص، وبعدين هاجي هنا، هنبتدي من تحت واجي هنا اهو في الحلقة المقابلة ليها، واسحب عقدة البداية وابتدي اشبك بقى كل غرزة بالغرزة اللي قصادها. يعني هنا الحلقة دي والحلقة اللي قصادها، واخرج واعمل غرزة منزلقة، وهنا والحلقة اللي قصادها ادخل واخرج واعمل غرزة منزلقة كده بنفس الطريقة. الموضوع سهل خالص. هنا الحلقة الأمامية وهنا الحلقة الأمامية، بدخل وأخرج وأعمل غرزة منزلقة. هكمل كده بنفس الطريقة اهو. يفضل ان انت تشتغلي باللون الأخير، باللون اللي هو بتاع السطر الأخير، علشان ما تبانش شكل الخياطة. انما احنا كنا شغالين مع بعض المحفظة، ممكن تختاري اي لون تشتغلي بيها، لان هي هتبقى زي اكسسوار او اطار للمحفظة من بره. خلاص انا كملت كده اهو الجزء ده، ودي اخر غرزة معايا اهو. تمام. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هبدأ اخد الجزء التاني بنفس الطريقة كده. هبدأ اشبك الجزء التاني كمان معايا. هاجي هنا الغرزة دي وادخل واقفلها مع بعض، وبعدين هضم الجزئين دول برضو على بعض كده، وابدأ برضو اشتغل بيها غرزة منزلقة. هاجي هنا في الحلقة الاولانية والحلقة اللي قصادها، واسحب واخرج من الحلقة اللي على الابر، وهكذا بقى لحد ما اخلص تشبيك الجزء كله اهو، هنا وهنا، واخرج من الحلقة. هكمل لحد نهاية الدور بنفس الطريقة. خلاص قربت على نهاية الدور. باقي معايا غرزتين اهم، وادي الغرزة الاخيرة. كده انا خلصت. هقص بقى الخيط وانهي الشغل. هرتفع بقى سلسلة للتأمين وانهي الشغل. وكده الشكل معايا، او الجزء الاولاني معايا. انا هشتغل بمربعين جراني، ده الجزء الاولاني. الجزء التاني بقى هشتغله ازاي؟ ده وش الجراني، وده الظهر. هخلي الظهر تحت كده وهدخلهم كده، وده الوش. هبدأ بقى اثبتهم بماركر علشان يبقى التشبيك بالنسبة لي سهل وما توهش، والغرز ما تزيدش مني اشبك هنا زيادة او اقل. فثبتهم بماركر. خلاص هاجي هنا كده واشبك من الجزء المنتصف عشان اظبطه معايا. وبعدين بقى هبدأ اشتغل. هاجي هنا برضو زي ما انا شغالة في الحلقة الامامية والحلقة اللي قصادها، وبعد ما عملت عقدة البداية هبدأ بقى ايه؟ اشتغل. هسحب الخيط وابدأ اشتغل عادي. هسحب كده اهو واخرج من الحلقتين مع بعض،
وارتفاع سلسلة، وهبدأ بقى اشبك بنفس الطريقة كده واخرج بغرزة منزلقة. هشبك كده لحد ما اوصل للماركر وارجع لكم. خلاص كده انا خلصت تشبيك هنا وشلت الماركر، وهكمل الجزء التاني بنفس الطريقة، كل غرزة والغرزة المقابلة ليها، واخرج من الحلقة اللي على الابرة. هدخل كده واخرج من الحلقة اللي على الابرة، وهكمل كله بنفس الطريقة كده اهو. بس اخليهم قصاد بعض كده علشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبة لي. هكمل وارجع لكم. خلاص انا خلصت الجزء اللي ورا اهو بنفس الطريقة، شبكته كده، وخلاص هقلب بقى الناحية التانية وهبدأ اتني كده. برضو هثبت بماركر علشان الموضوع يظبط معايا، هيبقى كده اهو. وهبدأ برضو اشبك الجزء ده والجزء ده مع بعض. هكمل بقى تشبيك وارجع نشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. خلاص كده انا خلصت تشبيك الجزء ده، وادي الجزء اللي ورا اهو بنفس الطريقة كده. الموضوع سهل وبسيط ومش بياخد وقت خالص اهو. هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا طبعا هداري كل الخيوط دي، وهاجي هنا كده وهركب زرار علشان يبقى الموضوع سهل. الخيوط بقى انتي هتخفيها يا بإبرة التنظيف المعدن زي دي كده، او الإبرة البلاستيك، او هتستخدمي الإبرة اللي انتي شغالة بيها عادي عشان تنهي او تقفلي الشغل وتداري الخيوط دي تحت الشغل. فانا هداري الخيوط واركب الزرار وارجع اوريكم الشكل النهائي. وده يا حبايبي الشكل النهائي بعد ما ركبنا الزرار. ممكن نتنيها كده، تستخدميها جراب موبايل، تستخدميها تحط فيها الابر بتاعتك عادي كبيرة، ممكن تستخدميها تحط فيها مجموعة اقلام تعمليها مقلمة لبنوتك او ابنك زي ما تحبي. الموضوع ما خدش خالص اكتر من 10 دقايق، الموضوع سهل وظريف وبسيط خالص. يا رب تعجبكم وتجربوها. منسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم فيديوهات جاية تاني ان شاء الله.